بيبتدي فيلمنا في المملكة المتحدة اللي بيحكمها الملك أوسر، وكان عنده أخ اسمه فورتيجرين، وده اللي هيجي من وراه المصايب بعد كده. وبيحصل هجوم على المدينة اللي بيحكموها من ساحر شرير بيستخدم أفيال ضخمة في الحرب بتاعته. وبتكون الفيلة دي شايلة بيوت من الخشب على ظهرها فيها جنود اللي هيحاربوا جنود الملك أوسر. والملك أوسر هياخد السيف الخاص بتاعه اللي صنعه له ساحر طيب وحطله فيه قوة خارقة. وفعلا قضى أوسر بقوة السيف اللي معاه على الساحر الشرير ده، وقضى كمان على السحر بتاعه. والأفيال رجعت لطبيعتها ووقعت البيوت اللي على ظهرها، والجنود الأشرار كمان وقعوا معاهم، ورجعت المدينة تاني تعيش في سلام. وقبل ما نخش في تفاصيل أكتر ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. وعمل أسر اجتماع مع وزرائه ومعاونيه اللي كانوا بيقولوا له إن هم عاملين معاهدة مع السحرة اللي عايشين معاه في المملكة، وإن الساحر الشرير هو بس واحد بس اللي خان، فمفيش داعي إن احنا نقضي على باقي السحرة الموجودين. لكن فورتجرين أخوه كان ليه رأي تاني، إن هم لازم يقضوا على السحرة دي كلها. لكن بيديفير بيقول إن السحرة دول ملهمش أي ذنب، وإن كمان في ساحر منهم طيب هو اللي عمل لك السيف اللي حميت بيه المملكة النهاردة. وحصل خلاف بين مؤيدين ومعارضين القضاء على السحرة، لحد ما الملك أوسر زعق فيهم وطردهم بره، وقال لهم إن المعاهدة معاهم مستمرة. وبعد كده فورتيجرن حضن أخوه وقال له أنا مأيدك في قرارك، وهنيجي لعيلة الملك أوسر اللي بيكون عنده ابن وفورتيجرن عنده بنت. وهيخش بعد كده مساعد فورتيجرين عليه وهيقول له ان احنا مستعدين. وساعتها فورتيجرين كان بيخطط ان هو يقتل اخوه عشان يسيطر على الحكم. واوسر طلع بره في القصر لقى ان رجاله فورتيجرين بيقتلوا في رجالته، فجري صح مراته علشان تاخد ابنه وتهرب. وفورتيجرين خد مراته وراح بيها بحيره مسحوره بيعيش فيها كائنات غريبه هتساعده في اللي هيعمله ده. وطلبوا منه ان هو يقدم مراته كقربان مقابل ان هم هيدوله قوه وحش. وفعلا عمل كده الخاين، والملك أوسر كان بيحط مراته وابنه أرثر في مركب علشان يهربهم. لكن فورتيجرين شافهم وقتل مراته بسهم، وأوسر اضطر إن هو يمشي المركب بابنه لوحده لحد ما وصل ابنه على ضفة نهر، وخدته واحدة هناك وربته بعد كده. وهنرجع لفورتيجرين اللي قدر يقتل أوسر ويسيطر على المملكة في الوقت ده. وبدأ أرثر يكبر، لكن تربيته في الأول ما كانتش قد كده، وبدأ يكون فلوس بس عن طريق السرقة. ولكن لما كبر عقل شوية وبدأ يتعلم القتال بالسيف من معلم صيني متخصص. وبعد كده فورتيجرين جمع مجموعة من الجنود والناس اللي في المدينة علشان يشوف مين اللي هيقدر يشيل سيف أوسر من الصخرة، علشان اللي هيشيله هيبقى هو الحاكم المختار. وبعد كده نزل فورتيجرين عند البحيرة المسحورة اللي بيعيش فيها الكائنات الغريبة اللي بتديله قوة الخارقة دي، وهيبدأ يتكلم مع الوحش الموجود هناك وهيقول له ان هو متضايق ان هو مش عارف يخلع السيف. هتقول له ان انا ما قصرتش معاك وحولتك لوحش قوي، وانت كمان خدت من اخوك الحكم، لكن السيف ده مش بتاعك ومش هتعرف تخلعه. روح دور على ابن أوسر هو اللي هيعرف يشيله من مكانه. ولو عاوزني اساعدك تاني لازم تجيبني قربان لأقرب حد ليك اللي هي بنتك. لكن فورتيجرين رفض طبعا. وهنيجي لوسي اللي ربت أرثر اللي رجعت له في اليوم ده وهي مضروبة بسبب إن واحد من الفايكنج تعدى عليها وخد منها فلوس. لكن أرثر عرف إن هو يرجع لها الفلوس دي تاني، وعمل مع الملك الفايكنج ده الصح. ودخل عليه بعد كده حراس الملك عشان بيدوروا على واحد كده من رجالة الملك القدامى. ودخل عليهم الضابط جاك واتكلم مع أرثر وقال له إن في واحد هرب قريب من هنا وعاوزين إن احنا نقبض عليه، وعاوزينك تساعدنا في كده. فأرثر دور في البيت فعلا ولقى الراجل الهربان ده وقبض عليه وسلمه ليهم. وجاك قعد بعد كده مع أرثر وقال له إن اسمك بيتكرر كتير عند الملك وده ممكن يضرك، وقال له احكي لي ايه اللي حصل مع لوسي وراجل الفايكنج ده. فحكى له وقال له في الآخر إن أنا رحت له أنا وأصحابي وعملنا معاه السليمة ورجعنا للوسي فلوسها. وقال له جاك ده من رجالة الملك فما تعملش معاه كده تاني عشان ما تزعلش. وبعد كده دخل الحارس الشخصي لفورتيجرين عليه فسأله هو لسه في كتابات مسيئة ضدي والناس بتكرهني. قال له الصراحة الناس مش طايقاك. وهنيجي لأرثر اللي بيحلم دايما بكابوس وأمه بتموت. في الوقت ده دخل عليه صاحبه وقال له اهرب بسرعة عشان رجالة الملك جاية تقبض عليك. فنزل تحت في شافوه رجالة الملك وقالوا له انت رايح فين دلوقتي؟ قال لهم انا شغال على السفينة فانا لازم بنزل بدري عشان بلحق اصطاد وكده يعني. لكن هما ما صدقوهوش وخدوه معاهم على مركب مع مجموعة من الناس وودوهم للمكان اللي فيه السيف اللي موجود في الصخرة.
علشان يشوفوا مين اللي هيقدر يشيله، وبالتالي هيكون هو ده ابن الملك أوسر. فدخل أرثر عشان يشيل السيف، لكن محس بحاجة غريبة كده، وبدأت تحصل حاجات في الجو غريبة حواليه، وقدر فعلا إن هو يشيله، لكن أغمى عليه بعد كده. واخدوه الجنود وحبسوه، وأول ما فاق لقى عمه فورتيجرين قاعد معاه، وقال له انت الملك المختار، واللي المفروض انك انت هتمسك مكاني وهتاخد التاج ده مكاني. فارثر قال له انا مش عاوز اي حاجة، سيبني في حالي وخليني امشي من هنا. لكن قال له الناس كلها بتتكلم عليك دلوقتي، بيقولوا انك الملك القادم اللي هيشيلني من الحكم. وده بديفير اللي عرف ان ارثر ابن الملك اوسر مقبوض عليه، فاستعان كده بساحرة عشان تساعد ارثر ان هو يهرب. وهنيجي لفورتيجرين اللي قبض كمان على لوسي اللي ربت ارثر ومعاها البنات اللي شغالين معاها، وقتل لوسي كمان قدامه، وقال له انت لو شلت السيف قدام الناس هقتل بقية البنات الموجودة دي. وفعلا ما شالش السيف، وكان اللي حصل ده قدام الناس كلها، وبدأوا يستعدوا كمان علشان يعدموا أرثر. لكن الساحرة بدأت تساعده وطيرت عليه صقر بقوة السحر بتاعها، وفورتيجرين اتأثر بالسحر ده، ورجالة أوسر خدوا السيف وأرثر وهربوا، ورجالة الملك كانوا بيجروا وراهم، ولقوا قدامهم النهر، فنطت الساحرة وواحد من الرجالة دور، وأرثر كان خايف ينط، بس نط في الآخر أحسن ما يتقبض عليه تاني. وراحوا كلهم للمخبأ بتاع بديفير ورجالته، وجوزفات بيل هرب كمان مع أرثر. وأرثر بدأ يقول لهم إن أنا مش عاوز حكم ولا حاجة، أنا عاوز أرجع لحياتي الطبيعية تاني. فبديفير زعق فيه وقال له خد امسك السيف، بس ما قامش أرثر، وجوزفات استفزه بعد كده وضربه. فأرثر قام ضربه هو كمان، ومسك السيف وافتكر كل حاجة حصلت زمان وأغمى عليه تاني. ولما فاق لقى الساحرة قاعدة معاه، وقالت له أنا ممكن أساعدك وأخليك ما تشوفش الكوابيس اللي بتشوفها دي تاني. وراحت طلبت من بديفير إن هم يودوه أرض الظلام عشان ينشف كده ويتدرب ويبقى واد جامد، ويكتشف حقيقته كمان بأن هو الملك القادم. وبديفير كان رافض الفكرة دي في الأول، لكن وافق بعد كده، واخدوه على مركب وودوه هناك. والساحرة بدأت تديله شوية نصايح كده، وقالت له أول ما تلاقي الصخرة المقدسة حط السيف عليها. فمشي أرثر فهجم عليه تعبان ضخم، فالساحرة ساعدته وموتت له التعبان، وبعد كده هجم عليه شوية خفافيش، بس هو عرف يهرب منهم لحد ما وصل للصخرة المقدسة ولقى ذئاب موجودة هناك، لكن حط بسرعة السيف على الصخرة المقدسة. وفي اللحظة دي شاف وعرف كل اللي حصل في اليوم اللي اتقتل فيه أبوه وأمه. وبعد كده اللي اغمى عليه، ولكن بديفير والساحرة بياخدوه ويمشوا، وبعد كده بيفوقوه بيقولوا له قول لنا شفت ايه. قال لهم انا لما مسكت السيف شفت كل اللي حصل زمان، وشاف كمان برج الصحراء. فقالت له ان فورتيجرين كل ما بيزود في ارتفاعه قوته بتزيد، وهيكون في الاخر بنفس قوة الساحر الشرير موردر. وقالت له ان الملك اوسر لما مات كان فورتيجرين قتل معظم شعبها من الصحراء. وبديفير قال له ان فورتيجرين من زمان كان عاوز يقتل اوسر ويمسك الحكم، واتفق مع الساحر الشرير على كده. فلما الملك اوسر عمل معاهدة مع موردرد قتله وخد عصايته وبنى بيها برج الصحراء. فلما الساحر الطيب عرف كده سرق العصاية السحرية دي وصنع بيها سيف اداها لسيدة البحيرة، وهي بعد كده ادتها للملك اوسر. ورجعوا تاني لمخبأهم، وأرثر جاب صحابه وسألهم عن بيته، وقالوا له إن فورتيجرين حرقه وقتل البنات وبيحرق باقي الأحياء بتاعة الفقراء. فأرثر غضب جدا وقرر إن هو لازم يقتل فورتيجرين، وقعد مع معاونيه علشان يعملوا خطة يقضوا بيها عليه. فقال له جوزفات إن في عائلات من إنجلترا ممكن يساعدوك، فأرثر قال له ماشي هنحتاج شوية منهم. فبدأوا ينفذوا الخطة بتاعتهم فعلا، وغرقوا السفينة اللي بتنقل الحجارة للبرج ده، وسدوا كمان النهر، وهجموا على الحراس اللي بتنقل العبيد وقتلوهم، وهربوا العبيد كمان، وحرقوا قصر من قصور فورتيجرين. وراح جراي بيرد اللي هو ملك الفايكنج قصر الملك، وقابل الحارس بتاعه وقال له ان احنا سامعين في المدينة ان في ملك جديد قادم. راح قال له دي اشاعة، ما تصدقش الكلام ده. وبعد كده فورتيجرين قال للحارس بتاعه انا رايح اقابل 6 عائلات من انجلترا في مدينة تانية، فحضروا لي الموكب بتاعي. في الوقت ده بتكون الخادمة الماجي اللي شغالة في قصر الملك بتنقل لأرثر وجنوده أخبار القصر وإيه اللي بيعملوه، وقالت لهم على المكان اللي رايحه الملك. فبدأوا يجهزوا ويقترحوا إن هم لازم يموتوه بسهام من بعيد. وبعد كده فورتيجرين بيوصل المدينة دي وهيشك في الخادمة بتاعته، وهيحس إن هي عاملاله فخ. فلبس واحد مكانه لبسه ونزله من السفينة، وكان لسه جوزفات هيضربه بسهم، لكن أرثر منعه وقال له ده واحد ملبسينه نفس لبس الملك. فجوزفات ما سمعش الكلام وضرب السهم، وفضل يضرب على الحراس. بعد كده نزلوا وهربوا،
لكن الحراس وقفوهم واشتبكوا معاهم كمان، لكن هم قتلوهم. باقي الجنود جريوا وراهم يطاردوهم وقابلوهم في مكان تاني واشتبكوا مع بعض وقتلوهم، لكن اتصاب كتير من جنود أرثر وطلعوا فوق سطح بيت كده، لكن الحراس جريوا وراهم برضه واتجهوا لبيت المعلم الصيني وكانت مستنياهم هناك الساحرة. والحراس هجموا عليهم وبدأوا يضربوا في بعض ومسكوا الساحرة وكانوا هيموتوها، فأرثر مسك السيف واستخدم قوته الخارقة وموت الجنود كلهم، والكل كان مندهش من قوة السيف. بعد كده هربوا من النفق وقابلوا الطفل الصغير ده وبيسألهم عن أبوه، فبيعرفوه إن هو لسه في المدينة دي، فبيروحوا له وبيستخبوا في بيت كده، لكن صاحبه بيجيله وبيقول له إن الحراس جايين. فأرثر خد الولد ومشي ودخل الحراس ومعاهم فورتجرن، وبيعرفوا أرثر مشي إزاي من حارس معاهم كان شافه ومشي وراه. والولد وهم ماشيين ساب أرثر ورجع على البيت علشان أبوه يعني، ولما راح لقى الملك طبعا في وشه، فسأله الملك وقال له تعرف بلاك ليج؟ فرد عليه وقال له لأ، فقطع ودن بلاك ليج، فصرخ الولد فعرف إن الولد ده ابنه. فدخل عليهم أرثر وقال له سيب بلاك ليج وإلا هموت الحارس ده. فالملك برضه راح مموت بلاك ليج، وأرثر خد الولد وجريوا على المركب، والملك والحراس طلعوا من الباب التاني لقوا أهل المدينة مستنيينهم بره. ورجع أرثر على المخبأ وكان متضايق جدا ورمى السيف في البحيرة، فسيدة البحيرة شدته وورته اللي عمه هيعمله في المدينة لو ما راحش وموته. فخد السيف وطلع بره، وعرف الحراس من صاحبه التاني اللي قبضوا عليه مكان أرثر، فبيخطفوا الساحرة والطفل، وفي حارس تاني بيروح لهم بيقول لهم على اللي حصل وان الملك عاوز ارثر والسيف. فبيديفير بياخد السيف وبيروح يوديه للملك وبيقول له ان ارثر قريب من المملكه، فقال له انا هسيب الساحره واخلي الولد هنا لحد ما ارثر يجي. فالساحره بتقابل ارثر وبتديله قوه كده من عندها، فبيطلع على القصر. فوتجرن بيمسك السيف علشان يموته، بس هيهجم عليه تعبان فهيضربه الملك والسيف هيمسك في العمود، وبعد كده هيهجم عليهم تعبان عملاق وهيقتل الحراس كلهم. وفي الوقت ده كان نزل فورتجرن في السرداب وقابلته حارسة البحيرة المسحورة وقالت له لو عاوز قوة الوحش تاني لازم تقدم لنا قربان. فقتل بنته وقدمها لهم وخد قوة الوحش. وفي الوقت ده كان داير معركة بين الحراس وأصدقاء أرثر وأهل المدينة كمان انضموا ليها، وأرثر خد السيف وقتل جزء كبير من الحراس، وباقي الحراس لما شافوا كده استسلموا وسابوا سيوفهم. وبعد كده طلع له فورتجرن وضربه بقوة النار، وأرثر بيحاربه بالسيف السحري اللي معاه، لكن الملك الظالم كان أقوى منه. وفي الوقت ده البرج كان بيتحرق وأرثر أغمى عليه لحد ما افتكر اللي حصل وقام تاني وتحدى الملك وضربه بالسيف كذا ضربة جامدة، ومات الملك والبرج كمان اتحرق. وأعوان أرثر طلعوا الناس المحبوسة جوه. بعد كده أرثر رجع السحرة الطيبين يعيش معاهم تاني في المدينة. وجراي بيرد ملك الفايكنج دخل عليه وقال له أنا عاوز ال10,000 عبيد اللي كنت باخدهم منكم. فأرثر رفض وقال له أنا دلوقتي الملك، لو عجبك كلامي تبقى حبيبي، لو معترض تبقى عدوي. فانحنى ليه ملك الفايكنج وسمع كلامه، وبعد كده توج أرثر بأن هو ملك إنجلترا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو تاني جديد.